بصدر فرخه واحد عندك وحبتين من البطاطس وشويه بصل هتعملي احلى اكل ممكن تجيبيه من المطعم من بره، وكمان هتوفري فلوس كتير وهيكون حاجه نظيفه ومضمونه وحاجه هتعجب ولادك جدا جدا، وكانك عزمتيهم على غدا من بره. بس صدقيني اقل من ربع المبلغ اللي ممكن تدفعيه. تخيلي كل كميه السندوتشات ديت هتكلفك حاجه بسيطه جدا، كلها حاجات موجوده من البيت، يا دوب بس هتبعتي تجيبي العيش بتاع الرقاق الطري وتعملي احلى وصفه انت شايفاها دلوقتي. ويلا بينا ندخل على الوصفه السهله والسريعه واللي مش هتاخد منك وقت ابدا. يلا هاتي بقى البوله بتاعتك ويلا حطي كميه الصدور اللي عندك على حسب امكانياتك، تكوني غسلاها كويس جدا 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 بالملح والليمون، ما تحطيش خل ابدا ابدا عشان ما يزودش معاكي ريحه الزفاره، وصفيها كويس جدا زي ما انت شايفه، هتلاقي قشطه قشطه زي ما انت شايفه. ويلا كمان حطينا ايه، حطينا ربع كوبايه من الزيت، وكمان حطينا 3 معالق من الخل، وكمان عصير ليمونتين كبار. هنحط كمان 3 معالق من الكاتشب زي ما انت شايفه كده، ولو عندك صلصه حطي معلقتين من الصلصه مع معلقه من الكاتشب. انا بصراحه ما كانش عندي صلصه فحطيت 3 معالق من الكاتشب. معلقه من هريسه الشطه، لو كانت حراقه حطي معلقه واحده، لو بارده حطي معلقتين. كمان حطينا نص كوبايه من الزبادي، وحطيت عليها رشه من النعناع الناشف هتخليها تروح في حته تانية خالص. معلقه محترمه كده من الثوم، وكمان شويه بهارات اللي هم ايه، كزبره وكمون وفلفل اسود وبابريكا ومكعب من مرقه الدجاج الماجي لو انت بتحبي تحطيها، شويه ملح. لو عندك بقى توم باودر وبصل باودر يا سلام، بس انا ما كانش متوفر فحطيت بالجوده بالموجود. كمان ضفت معلقه من الصويا صوص بس ما ظهرتش في التصوير، بتدي طعم حلو سواء كان صويا صوص او دبس رمان، او لو ما عندكيش خالص حطي معلقه من العسل الاسود، الدنيا بتمشي. يلا هاتي الجريلا بتاعتك بقى كده او اي طاسه عندك، ويلا انزلي بقى سخني شويه زيت صغيرين، يعني بصي خليهم سخنين جدا، وانزلي بقى بالشاورما بتاعتك. لو الكميه كبيره والطاسه صغيره انزلي بيهم على كذا مره، ما تحركيهاش ابدا ابدا الا لما بتبتدي خلاص تشمع زي ما انت شايفه كده معايا. ما شاء الله تبارك الله، هتلاقي الحاجات اللي محروقه اللي تحت دي هتشوفيها دلوقتي معايا هي اللي هتدي الشاورما بتاعتك الطعم المميز. اهي هي دي مش محروقه ابدا ابدا يا بنات، بس هتديكي طعم الشويه وهتخليها قمر القمر. معلش انا حاسه ان الزيت كميه هنا زي ما انتم شايفين بس هو زاد معايا شويه، انت حاولي تقللي كميه الزيت اللي هتحطيها في الطاسه وانت نازله بيها، لان هي اصلا كان فيها الزيت اوريدي، فكان المفروض اقلل الكميه. هنعمل ايه بقى، هندي الطعم المميز جدا جدا وكاننا شاويينها بره. هنحط معلقه من الزيت مع حته من الفحم زي ما انت شفتي كده وتقفلي عليها شويه. يلا جبنا الرقاق الطري وما شاء الله تبارك الله، لو عندك مايونيز عندك توميه حطي الحاجات دي بقى راجع عليكي انت، والاضافات اللي موجوده في السندوتشات راجعه على حسب ذوقك انت. عندك خيار مخلل حطي، انا بصراحه حطيت كاتشب وشويه من صدور الفراخ، وحطيت كمان بصل وحطيت بطاطس. انت بقى حابه تحطي حاجات اضافيه زي ما قلت لك، عندك مخلل حبه بقدونس، الدنيا ماشيه، دي اضافاتك بقى وانت حره ايه، ظبطي سندوتشك براحتك على حسب الجوده بالموجود، وانا على حسب ما كان موجود انا الحمد لله عملت. بس بصراحه الولاد انبهروا. انا اول مره اعملها في البيت يا بنات، بس طلعت تحفه تحفه تحفه. لو كنت جبتها من بره ما كانتش هتجيب الكميه دي كلها، وكانت هتبقى مبلغ كبير قوي عليا بصراحه، لكن كده ما شاء الله عملت اللي كفى الولاد كل واحد سندوتشين وتظبطوا كده، ويعني يا ماما تسلم ايديكي يا ماما طعمها تحفه يا ماما. شوفوا الجريلا بقى ادت العلامات بتاعه الشويه دي، مش محروقه ابدا يا بنات، لا ده ما شاء الله كانت مقرمشه وجميله جميله جميله. يلا خلصنا الدور، حطينا الدور اللي بعده، ما بتاخدش منك دقيقتين على الناحيه دي ودقيقتين على الناحيه دي، وحاجه كده قمر القمر. يلا جربي الوصفه وشوفي ما شاء الله عملت لنا كميه كبيره جدا وحلوه جدا جدا جدا، والطعم كان حكايه. حته انك تخلي القطع الدجاج تتحروق منك شويه او تتحمش منك شويه وبعدين تحطي الفحم بيوديها في حته تانية خالص. وطبعا زي ما متعودين في كل نهايه فيديو بنعمل ايه، بنزرع نخله في الجنه ونقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.